السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. نتمنى من الله تكونوا مزيانين. باش غنقول لكم المشاهدين ديالي، واحد الحراره الصلاه على النبي ما شاء الله، الله يبرد علينا وصافي. بحال اللي تقولوا تبارك الله شهر 7 ولا شهر 8، والله العظيم واحد الحراره جات على غفله وماشي وقتها، قسما بالله. اللي جا مع انت ديال ربي. مرحبا بك. معنا ساكنه مني للسطح، يعني ما فوق مني حتى شي واحد. الحراره بزاف والله العظيم. الحمد لله والشكر لله. المهم هذا هو ماشي موضوعنا. سلمي على الناس. كيفاش المشاهدين ديال ماما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم هلا قولي للناس السلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين ديال ميما، كيف دايرين؟ لاباس؟ الحمد لله والشكر لله. اليوم ان شاء الله يا ربي جيتكم بواحد القصه جديده. هي ماشي جديده، هي قديمه. المهم زعما عاد نعاودوها لكم. عاد غنعاودوها لكم يعني جديده. واخا اليوم ان شاء الله يا ربي غنعاود لكم كيفاش توفق الدور، الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي في هذا العواشر. يعني اي واحد ملي كيوصل له الاجل راه كيتوفى، سواء في الدار او لا في الزنقه او لا في الماء او لا الله يستر بحديثه او لا كل واحد، يعني كيوصل له الاجل عاد كيتوفى. انا قلت غنبقى نشارك الهموم ديالي مع المشاهدين ديالي، ما نجبدوا حد، ما نهضروا في حد، كل واحد حياته الشخصيه كتبقى خاصه. انا قلت لكم غنبقى نعاود لكم غير على حياتي انا وعلى حياه ولادي يعني الاشخاص اللي عزازين عليا. ايوا وهذا الشيء اللي عطا الله. اش غنقول لكم، هذه واحد المده ديال 2014. كان الزوج ديالي الله يرحمه ويوسع عليه اللي هو قدر، كان ما فيه والو، كان الراجل بخير وعلى خير، يعني صحيح ما فيه والو. واخا هو كان مريض شويه، يعني فيه الضيقه، ولكن يعني عادي، خدام خارج داخل، ماشي يعني شي مفركون او لا شي حاجه. المهم بقى مده وهو هكاك. والسبب بعدا غنوصي بزاف ديال المشاهدين، السبب باش مرض بالضيقه وهو ديك فليط الحمر. يا لطيف، بنادم ما يدخلوش للدار ديالو، هذاك هو السبب ديالو. كان عندنا المحل ديال الحرشه والرغايف شحال هادي، وكيقول لي لا حنا عندنا المحل ديال الحرشه والرغايف ما يمكنش نديرو، ما يمكنش يدخل الدبان او لا شي ناموس او لا شي حاجه. يعني مشى جاب ديك فليط ورشو في المحل، رشو مزيان وتكا مع جويه. يعني الظهر ما كاينش ديك الساعات، ما كنخدموش. التكا السيد صافي تخنق، صافي ناض بغى ينفجر، ما كان فيه حتى شي حاجه. هذا هو السبب، يعني هذا هو ماشي موضوعنا، ولكن هذا هو السبب باش مرض. ديك الساعات مشى للطبيب وقال له الطبيب هذه المهنه ما خصكش تتبعها. هذا هو السبب يعني اللي انا وقفت ديك المهنه، حيت هو كان الله يرحمه مرض. المهم ما عليناش. هي هذيك واحد النهار في 2014 في شهر 5 فيه 4، كان شهر 5 فيه 4، كان الليله ديال التبشير، الليله ديال عيد النبوي الشريف، الميلود. كان الميلود، نتوما عارفين الشمال كيباتوا ليله كيبشروا، يعني الشمال معروف بهذا الشيء هذا اكثر من الداخليه، اكثر من الجنوب، اكثر من كل شيء. الليله كامله كيباتوا كيبشروا في الجوامع حتى كيصليوا الفجر. هكا كان شحال هذه، دابا هذه القاعده ما بقاتش دابا، يعني هذه شحال هكا. كانت الليله ديال التبشير، خرجنا انا وياه، خليت الدار البنيتات كانوا ستيتوين في الحضانه، خرجت انا وياه ومشينا حتى للمدينه وشرينا شي حويجات العواول، يعني كسيناهم بالمناسبه ديال عيد المولود النبوي الشريف. وجينا من المدينه ودزنا للسوق ديالنا اللي قريب لحدا الدار ديالي. ديك الساعات كنت كنسكن في حومه الحداد، انا كنت ساكنه في حومه الحداد منين توفى قدور الله يرحمه. تسخرنا ما علينا ما بينا، تسخرنا انا وياه جايبين السخيره من المدينه، يعني اللي هي الكسوه للبنيتات والدراري كانوا صغارين. دزنا لتما بقينا كنتقداو قال لي يا فاطمه راني خصني رفيسه. قلت له واخا الا بغيتي رفيسه غندير لك الرفيسه.
واخا مشى الحال يعني كان اذان الظهر فايته. قلت له المهم حنا ماشي ما غيجري علينا حتى شي واحد، فوق ما وجدات غنطيبوا هاد الرفيسه وغناكلوها. هي هذيك تسخرنا، الدجاج كان عندي في الثلاجه في الدار، تسخرنا. مشيت عند واحد مول البصله كنشري البصله، قال لي لا ما تشريش هاد البصله. قلت له علاش؟ قال لي هاد البصله ما تشريهاش راه ما عجباتنيش. قال لي راه كيقولوا الناس عند رخصو كيخلي نصو. قلت له واخا راه ماشي مشكل، البصله دابا هاد الوقيته كانت غاليه شويه راه نشريو المهم نقديو. قال لي لا شري كيلو مزيان وما تشري 2 كيلو عيانه. المهم ديك البصله ما عجباتوش، داني عند واحد الخضار كيتسخر هو من عنده، حيت هو اللي مولف كيتسخر ماشي ماما. هو كما قالت هو اللي كان الله يرحمه كيتسخر، انا ما كنتسخرش، وما كتعرفش يعني بلا ما كنتش كنعرف كاع بزاف، نخرج بزاف يعني في المدينه ولو قديمه فيها. ديك الساعات شرينا ديك البصله، دوزني عاوتاني عند واحد العشاب غزال، ديك العشاب في حومه الحداد في السوق. قال لي من عند هذا غتبقاي تشري العطريه. قلت له واخا. ايوا قلت له علاش انت فين غتمشي؟ انت اللي كتشري لي العطريه، كيمشي كيطحن كلشي على حقه وطريقه وكيجيبو. قال لي من عند هذا تبقاي تشري العطريه. دا شرى لي 4 كيلو من الحاجه، كلشي تقدا لي، اتاي السكر كلشي. يعني غدا غيكون الميلود، السيد فرحان كينفق لوليداتو الصغرى، شرا الدجاج، المهم شرا كلشي جديد. واخ هي هذيك تسخرنا، وحنا عندنا واحد العقبه شويه للدار ديالي، عندنا واحد العقيبه. تمينا طالعين وانا هازه معاه، هو هاز بلاستيكات وانا هازه واحد الصاك. المهم واش هو اللي هاز الصخره ولا انا اللي هازه غير التقديه اللي جبنا من المدينه، حيت حنا دزنا دوره وحده. هو مسكين يقول لي اري هذيك الصاك اري. قال لي اري ديك الصاك انتي، قال لي راه باقا غتهزي الثقل. قلت له لا غير خليني نعاونك راه العقبه، وهو اصلا مريض وديك الشيء. قلت له راه العقبه خليني انا نعاونك. قال لي لا حيد لي ديك الصاك، قسما بالله حيد لي مسكين ديك الصاك. قال لي اري راه انتيا باقا غتهزي، باقا قال لي غتهزي الثقل، شحال خصك تهزي. المهم ما ديتهاش في هضرته، قلت صافي الراجل هضر، هو اللي راجل خليه يهز الثقل، انا ماشي مشكل. هزيت غير شي بلاستيكات اللي فيهم الحويجات لبناتي، وهو هاز مسكين ديك الثقل فيه الدجاج البصله اللي قامه. المهم تقدينا الصخيره وطالعين في حالنا. وصلنا للدار صافي انا ماشي مشكل، ديك الدجاج اللي جبت عملته في البانيو وخليته يرقد. جبت الدجاج اللي عندي في النبيره دغيا غير شللته يعني مغسول، هذاك مرقد ناضي، عملته في الطنجره صافي، طقطقت عليه دغيا نتوما عارفين البصله وديك الشيء باش نعمل له الرفيسه. بقيت كنعجن وجد ديك الغدا مع شي 3:30 ولا 4، نقول لكم 3:30 نقول لكم 4. المهم ما شفتش يعني الساعه بالضبط. ديك ساعات البنيات ديالي باقيين في الحضانه. مني وجدت انا ديك القصيعه ديال الرفيسه، مشى جابهم، مشى عند مولات الحضانه، حتى هي اسمها فاطمه، كنشكرها من هذا الفيديو. قال لها عطيني البنات غادي نديهم يتغداو. قالت له لا راه عاد جابتهم زعما خليهم. راه قالت لي راهم واكلين شاربين، انا قبل ما نخرج وكلتهم وديتهم الحضانه وقلت لها خليهم عندك، حيت كنخلي عندها اصلا الدراري ماشي مشكل. قال لا غير عطيهم ليا. جابهم غسل لهم يدهم، قال لهم الا جيت تاكلوا، قلت له خليهم يقراو، علاش جبتيهم؟ خليهم هما واكلين، انا عطيتهم ياكلوا عاد ديتهم عاد خرجنا. قال لي لا غير خليهم. دورهم به كاملين وبدا كياكل في ديك الرفيسه، كياكل وبقى كيضحك معايا وكيقول لي ودازت فيك لوتورود. كنقول له غير كول بالصحه والراحه. المهم كلاو برد قلبو في ديك الرفيسه. كيفاش دازت فيك لوتورود؟ زعما دازت فيك لوتورود، زعما كلا القصعه جهته كامله ودخل الجهه ديالي انا، فهمتي؟ زعما كلا بزاف، كان فيه الجوع وكلا بزاف، قال لي زعما دازت فيك لوتورود. المهم الهضره ديال الناس شحال هادي. ايوا ديك الساعات مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، اكلا وسالا ناض غسل، عاود شد البنيتات وغسل لهم وردهم للحضانه. قلت له دابا غير خليهم، ما بقاتش يعني دابا غيخرجوا 5 كيخرجوا. قال لي غير خليهم يمشيو يكملوا هاد نص ساعه اللي باقا لهم مع الدراري، خليهم. غسل لهم ووصلهم للحضانه ورجع. واحد الجاره ام فاس ساكنه معايا كتعدل الحلوه، هو يدخل قال لي يا فاطمه، قلت له نعم. قال لي حتى انا بغيت ديك الحلوه اللي كتعدل لنا دائما، ديك غريبه غير مكركبه هكا غير بالزيت، عدل لنا شويه راه تشهيتها. قلت له غنمشي عند السيده نقول لها عطيني شويه د الحلوه القدور الله يرحمه يعني ليه. قال لي لا عد ليها ليا. قلت له واخا. ديك الساعات هو خرج، كان عنده الموطور كبير، واحد الموطور. قال لي انا غنمشي للقهوه، جاني القنط. قلت له لا جلس معنا
ها البنات دابا غيجيو وجلس معانا، علاش غتمشي لهاد القهوه، انا غنعدل لك القهوه في الدار. قال لي يا مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، لا قال لي خليني انا، قال لي اصلا فيا القنط خصني نخرج. قلت له واخا. هو خرج ركب على الموتور، فيه واحد الصنعه الله يجعل ربي يدير عظامو في الجنه في هاد العواشر، فيه واحد الصنعه فين ما كينوض يخرج كيعمل لي بحال العسكر، كيعمل لي هيدا وكيعمل لي تبارك الله على بنت الحياني وكيخرج. الله يرحمه والله يسمح له والله يغفر له يا سيدي ربي ويدير عظامو في الجنه وجميع المسلمين. احسنتم الله يرحمه. امين. منين دار لي هكا المهم صافي قلت السيد راه مولف كيديرها، وقال لي يا سيري يا بنتي الله يرضي عليك، ديما كيقولها لي من اول نهار تلاقاني كيقول لي سيري يا بنتي الله يرضي عليك. ايوا هي هذيك مسكين هو خرج، نط انا عندي البرميل ديال الطحين، قلب ديك الطحين، عندي الطحين حرش، انا ما كيعجبنيش نعجن بالطحين رطب. شبرت واحد البالانكانه عمرتها بالطحين حرش وطالعه عند الجاره ديالي اللي انا ساكنه معاها، حتى هي راه توفات الله يرحمها مسكينه. طلع لعندها قلت لها شوف اختي اعطيني عافاك هاد البانيو الطحين، وعطيني انت واحد البانيو الطحين رطب غير صغير غنعدل الحلوه، القدور راه بغا الحلوه. قالت لي مسكينه واخا. قلت لها علاش جايبه الطحينه بنتي سيري، قالت لي البرميل هزي الطحين اللي بغيتي، عندها الرطب هي. انا سديت ديك الطحين رطب وهوت للدار ديالي، وساكنه نيت في الدار اللي فيها البقال ديالهم نيت. جبت من عنده 6 البيضات والخميره، انا حطيت القزعه فوق الطبله غادي نعجن بيني وبينه غير شي قسماين، يعني قلت قبل ما يسد الفران، يعني ما عنديش الفران كبير في الدار، قلت غندير الفران الزنقه. هي هذيك قبل ما نحط انا نرون ديك يعني الحلوه غير الغريبيه عاديه، حاطه السخره فوق الطبله وحطيت القزعه باش نغربل الطحين. تدقوا عليا جوج ديال الرجال، جوج د الرجال جاو بالطونوبيل دقوا عليا، السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا لي واش انت مرت قدور الفاسي؟ قلت لهم ايه انا هي. قالوا لي الراجل ديالك راه توفى. قلت لهم كيفاش توفى الراجل ديالي هذه ان شاء الله قسمين خرج من الدار، قسمين بالحساب. قالوا لي قلت لا هادو واقيلا شفاره، ياك ما دابزوا معاه وجايين ينتقموا مني انا ولا يديو لي ولادي ولا شي حاجه. الفكريه ديالي فين مشات، حيت انا بيني وبينه غير قسمين د المكانه. هي هذيك انا عيطت على ديك الراجل مول البقال، قلت له الرئيس هو اسمه محمد كيقولوا له الحومه الرئيس، قلت له هذا الراجل راه قالوا راجلي راه توفى، كيفاش دابا عاد خرج؟ ياك شتيه دابا عاد خرج الجيران كيقولوا لا عاد شنا. قال لي تا دابا سيري، هذا السيد راه كنعرفو، هذا راه سمسار وهذا راه فقيه راه كنعرفو، تخافيش. قلت له انا راه كنخاف. هي هذيك خارجه بلا جلابه مشي غادا معاهم، هو يقول لي مسكين ديك الراجله الشريفه راه كي ما لابساش الحوايج، انا بديك التلفه متالفه. قال لي راه ما لابساش الحوايج. رجعت كنطير، هزيت الجلابه لبستها وغنست الشان وكنجري معاهم، عندهم الطونوبيل ركبت غادا شاده في ديك البواني د الباب، لا فلوس لا بزطه لا حتى حاجه. هبط هنايا اللي كيعرف طنجه حدا السينما طريق في القهوه د اراما، تما مسكين طاح ان شاء الله. وصل بالموتور وقف الموتور، السيد طاح، عيطوا لابيلانس، جيت لقيت لابيلانس هزات، حيت لابيلانس قريبه لينا سينما طريق اللي كيعرف هنايا، يعني غير في الطلعه الرويضه كاينين تما لابيلانس وديك البومبيه وديك الشيء تما. عيطوا لهم جاو دغيا، جيت انا لقيتو قالوا لي دابا عاد هزوه راه يكونوا عاد في السينما طريق طالعين غاديين به لمحمد الخامس. هي هذيك وهذوك الناس مساكن الله يرحم لهم الوالدين قالوا لي يلا نتبعوك به لمحمد الخامس. تبعته لقيتهم ان شاء الله دخلوه. لقيت هذاك الراجل اللي مشى معاه واحد الراجل باللحيه مسكين حتى لهنا فقي، قال لي واش انتيا مرتو ولا بنتو ولا شكون؟ قلت له لا انا سيدي راه مرتو. هي هذيك قال لي يا مسكين راه دخلوه. قلت له مالو شنو قالوا؟ قال لي راه حتى حاجه، كان جالس غير وصل جلس راه سخف وطاح. ايوا هذيك ما بغاش يقول لي مسكين ديك الراجل راه توفى، ما بغاش يقولها ليا. بقيت انا كندور في ديك محمد الخامس هنايا في طنجه، كندخل هاد القنت ندخل هاد القنت وكنسول وكندير المغرب جا والو. ويلي هذا الراجل ما قالوا لي لا مات ولا حي ولا والو. عيط لي الطبيب قال لي شوف الشريفه سيري بحالك حتى الغدا واجي. قلت له علاش غنمشي بحالي؟ قلت لا باس، انا بغيت نشوف راجلي باش الا فيه البرد نجيب له الغدا ولا فيه الجوع نجيب له ياكل، ما يمكنش انا غنمشي بحالي. قال لي لا غير سيري حتى الغدا وجيبي خوك ولا باك ولا شي واحد. قلت له ما عندي لا خويا لا با، انا في طنجه غير بوحدي انا وولادي وراجلي، ولادي كلشي تشيش كلشي ستيتوي. ايوا ديك الساعات ما بغاش يقول لي، بقيت تما كندور حتى ل10 د الليل ما عطانيش راس الخيط. ديك الراجل مسكين اللي داه عطاني 40 درهم.
قال لي واش بنتي ها كيفاش تركبي؟ راه قلت له اصلا انا قلت له راه بالتلفه ما جبتش سيدي حتى البسطه، ما انا غير هضرت. قال لي مسكين عطاني 40 درهم، قال لي ها كيفاش تركبي؟ صافي ما عندي ما ندير، ما عنديش الحل، شديتها من عنده الله يرحم له الوالدين. هي هذيك، هو مسكين واحد الراجل الله يكثر خيره الا كان باقي حي ولا مات الله يرحمه، من هذوك اللي كيسوقوا لا بيلانس. شافني كنبكي وغاده جايه وتا واحد ما بغى يوريني، هو يقول لي اجي يا شريفه نقول لك. قلت له ها انا. قال لي شوفي غنقول لك واحد الهضره، ما تبكي ما تقلقي ما تعصبي ما والو. قال لي واش عندك شي ولاد؟ قلت له عندي. قال لي الله يخليهم لك. قال لي شوفي شتي الراجل ديالك راه انا اللي جبته في لابيلانس، الراجل ديالك راه توفى، راه منين ركب في لابيلانس كان باقي فيه الروح، ولكن في الطلعه د الرويضه راه خرجاتو الروح، راه راجلك مات ويعني واعي وكيشهد وراه دابا هادشي اللي عطا الله يرحمه ويوسع عليه راه مات. فاش قال لي هاد الهضره ما تقبلهاش العقل ديالي. بقيت كنجري لعند لي تيليبوتيك اون فاس مع السبيطار محمد الخامس ديالنا هنا في طنجة. صرفت هذيك 20 درهم اللي عطاني الراجل، عطاني 40 درهم، 20 درهم خليتها و20 درهم صرفتها. عيط الواحد هو لخويا الصغير الله يخليه ليا، راه كيسكن في مكناس. من كنشكرك اخويا بزاف، وكنبغيك بزاف، وكنبغي كاع خوتي، وكنبغي جميع المشاهدين ديالي كاملين والعائله والحباب. هي هذيك صونيت عليه قلت له عبد النبي؟ قال لي نعم. قلت له خويا راه قدور مات. وقال لي بركه ما تبقاي تضحكي علينا، واش هادشي كيضحكوا فيه الناس؟ قلت له قلت لك اخويا راه قدور مات، راه ما كنضحكش، هذه هي الحقيقه، بغيتو تسيقوا ما بغيتيش، المهم قولها لخوتي. انا اصلا ما واعياش شنو كنقول ولا شنو كندير ولا عادي. هي هذيك سمحت فيهم تما، شديت الطاكسي جيت كنطير لعند ولادي. هي هذيك قلت للجيران راه قدور مات، كلشي بقى كيغوت، كلشي ها اللي سخفوا العيالات قسما بالله الا مسكن الا طاحوا. قالوا كيفاش دابا عاد هضر معنا في العشيه ودابا كتقولي لنا قدور مات؟ راه ما يمكنش، غير حنا شفناه ومولات الحضانه قالت لك جده ولادو يتغداو والسيد معرقها رفيسه، كيفاش مات؟ قلت لهم هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كتب عليا هو هذا. ولادي بقاو مساكن كيتغاوتوا كلشي ستيتوين. هي هذيك دارت شي 11 مشى معايا واحد السيد، رجعنا مشينا لمحمد الخامس، مشينا نشوفوا واش بصح ولا الكذب. قلت انا عندك عاوتاني يكون الكذب ولا شي حاجه. مشينا لقيت البوليس تما، وديك الطبيب اللي قال لي سيري بحال حتى الغدا واجي لقيته تما. منين شاف معايا ديك الراجل اللي مشى معايا عاد قال له حنا ما بغيناش نقولوا لها راه مات. قلت له لا الشريف علاش ما تقوليش راه مات؟ قول لي راه مات، علاش انا جالسه هنايا من قبل المغرب حتى 10 د الليل وولادي مشتين غا الجيران جامعينهم وكلشي صغيورين مساكن. ديك الساعه تقول لي راه مات ونمشي في حالي. المهم ما تقبلتهاش. قال لي لا دابا ملي جاو البوليس ضروري البوليس راه بغاو. قلت له انايا ما خصني، ما عندي ما ندير بالبوليس، انا ماشي كنبيع الحشيش هنايا. وتعصبت والراس ديالي كيغلي، صافي بغيت ننفجر. ما تقبلتهاش وما بغاش تدخل لي العقل. كنقول غير كيكذبوا عليا راه ما ماتش، ما يمكنش. انا بيني وبينه السيد قسمين قالوا لي راجلك مات، راه ما يتقبلهاش العقل. ايوا هي هذيك بقينا هكاك. عيط لخوتي مساكن كلشي شدوا ديك الليل الطريق كاملين شادين الطريق، ها اللي وصل مع الفجر، ها اللي وصل مساكن حتى ل7 الصباح، ها اللي يكون وحده كيفاش، وهو بايت في رحمه الله تما في السبيطار، وانا رجعت لعند وليداتي. المهم اش غنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم زعما الموت فحال هذه كتجي كتحرق بزاف في القلب وما كتبغيش تنسى. واي وقت كنتفكروا كنقول با مات مسكين، ما مرض ما تقلب. كنقول عاود قطور نفس الديكور والوالده نفس الديكور. يعني ما عنديش يجي واحد اللي مرض وقلبته ومات ويعني شي حاجه بحال هكا والو. غير سمحوا لي انا ملي كنجبد هذا الشيء كنوض نبكي وما خصنيش نبكي، يعني دازت مده. هي هذيك لا غدا في الصباح اللي وصلوا خويا الكبير والعائله الاولين اللي وصلوا قيالين في السبيطار. شكون اللي غيعطيه لك؟ شكون اللي غيهضر معاك؟ حيت صباح العيد كنقول الله يا ربي اليوم العيد والناس كاسيين ولادهم وضحكين ولاعبين وانا في السبيطار مرميه. ملي مشينا في 8 الصباح ما جبناه حتى المغرب. والله الا مسكين دفناه على البوطات، شعلي الناس البوطات الجيران وديكشي. منين جبناه في العشيه في لابيلانس الا رميتو ليبره ما تجيش في الارض، ليبره ما تجيش في الارض. حق الله العظيم واحد تبارك الله البشر ما نقول لكمش شحال تبارك الله ديال البشر اللي كانوا حضروا في الجنازه ديالو.
الناس اللي من الجيراري كاملين طلعوا من السينما طريق كاملين طلعوا حومه الحداد بوحوت، وكان معروف تما الله يرحمه كلشي طلعوا الحومه تقلبات كامله. اما جات فين توصل ديك العشرة صباح حتى كانوا كلشي العائله جاو وتسخروا وطيبوا تبارك الله، سكسوا ووجدوا كلشي. حنا ملي جينا لقينا كلشي واجد والحمد لله والشكر لله. والكفن ديالو تكفن اللي جابتو له كتقول له هي خالي من فاس، وجابتو ليها وطافت به في الحج ودارت به ديك المهم داكشي ديال الحج كامل هو في ظهرها، وكانت كطوف به وقالت جابتو ودارتو في الماريو باش منين تموت يكفنوها به. ومنين مات قالت هذا خالي وعزيز عليا وجابتو له سميتها الكامله من فاس. كنشكرك بزاف بزاف، راها باقا بالروحيه، الله يطول لها العمر والله يخليها لينا، وشكرا بزاف عليها. ودازت واحد الجنازه ديالو بحال شي عرس اللي ما كناش في الحقيقه عوالين عليه وما موجدين له، شو الواحد ما كيوجدش الجنازه. وهذا الشيء اللي عط الله وباقي عندي ما نعاود لكم، ولكن ما خصنيش نطول عليكم الفيديو بزاف. وهنا كنساليو هذا الفيديو هذا، وشكرا وسمحوا لي والله الا غير كنجبد هذا الشيء وراسي كيبقى يحرقني. شكرا عليكم بزاف بزاف اللي كتتابعوني، وشكرا الله يسهل عليكم. وباقي عندي ما نعاود لكم بزاف بزاف. هذا الرش راه هاز واحد طريق طويله ما عندهاش الحد. وشكرا بزاف عليكم، وكنبغيكم بزاف بزاف اللي كتتابعوني خارج الوطن وداخل الوطن وشكرا. هضري مع المشاهدين. وهنا كتكون نهاية قصة ماما. جنات. ايوا كنهضروا على قدر جدك. الله. بكات جنات. لا ما تبكيش ما تبكيش. جنات كاع فكرناها في جدها واخا ما كتعرفوش.